اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نسرين هاند ميد كروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض الكلاتش ده او نقدر نقول شنطة. انا اشتغلت الكلاتش بخيط مكرمية قطن، واخد حوالي نص كيلو خيط او 500 جرام. وطبعا احنا بنستخدم الاطار السحري او الفريم اللي بنركبه في الشنطة من فوق. ان شاء الله الشنطة تبقى سهلة وبسيطة عليكم. يلا بينا نبدأ الشنطة بتاعتنا. انا هشتغل الشنطة بتاعتي بخيط مكرمية قطن فتلته متوسطة، وهشتغل بإبرة رقم 4 زي ما احنا شايفين كده. وطبعا هحتاج المقص وهحتاج المزورة، وكمان هنحتاج ماركر. وطبعا الاساسي بتاعنا الاطار او الفريم بتاع الشنطة. انا هشتغل على فريم مقاس 25 سنتي زي ما قلتلكوا. مقاس الفريم 25 سنتي زي ما احنا شايفين كده. ده يعتبر العرض 25، وادي هنا الطول 19 سنتي اهو. فاحنا لما نيجي نشتغل الشنطة هنبدأ بالقاعدة بتاعة الشنطة، وهنشتغلها اقل من الطول ده. يعني احنا عندنا من هنا لهنا مقاسه 19 سنتي، فانا عايزة اشتغل اقل. يعني هشتغل حوالي مقاس القاعدة حوالي 16 او 17 سنتي. ان هو طبعا ما فيش عدد غرز معين هنشتغل بيه، لانه كل خيط مختلف عن التاني، وممكن مقاس الخيط اللي انت هتشتغلي بيه غير ده. فاحنا هنعملها كده ان هو من هنا لهنا مقاس 19 سنتي، فانا هشتغل القاعدة على مقاس حوالي 16 او 17 سنتي. ولما اجي هشتغلها بقى طولها هنا من هنا لهنا 25. انا هحاول اشتغلها اقل من 25 سنتي. فهنبدأ معاكم. هبدأ اعمل عقدة البداية، وهرتفع سلاسل لغاية لما اوصل لمقاس السلسلة 16 سنتي. بالشكل ده كده انا اشتغلت سلسلة عبارة عن 26 غرزة. تعالوا نشوف مقاسها بالمزورة. يعني حوالي 17 سنتي. وهبدأ اشتغل، هرتفع غرزة ارتفاع، وهبدأ اشتغل غرز حشو، بس هشتغلها في الحلقة الخلفية اللي في ظهر السلسلة. هبدأ ادخل هنا اشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هيبقى برضو عدد الغرز معايا 26 غرزة حشو. طبعا زي ما قلتلكوا احنا مش ملتزمين بعدد غرز معين، احنا هنعمل بالمقاس بالسنتي علشان كل خيط بيختلف عن التاني. وصلت كده عند اخر السطر، اخر غرزة برضو هدخل اشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هيبقى ده كده شكلها اهو. وبالنسبة لمقاسها بالمزورة تبقى حوالي 16 سنتي زي ما احنا شايفين كده اهو. اهو كده. وهبدأ بقى اشتغل بنفس الطريقة. هرتفع غرزة سلسلة، وهدخل في اول غرزة اشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. هشتغل كده رايح جاي. دي كده بداية القاعدة بتاعة الشنطة. هشتغل كده لغاية لما اوصل للطول المناسب، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر وكام سنتي. بالشكل ده كده انا ارتفعت قاعدة الشنطة زي ما احنا شايفين كده. انا اشتغلت 42 سطر. طبعا انا بحسب الاتنين دول كده، دول كده سطرين اهو. يعني عند الحز ده كده يعتبر سطرين، وده كده اتنين. يعني ما اجي اعد 2 4 6 8 10 12 وهكذا. دول كده 42 سطر. وبالنسبة للطول بالسنتي
ده كده 23 سنتي. انا بقى عايزاها على الفريم زي ما احنا شايفين كده، من هنا وهنا في فراغ. ليه؟ لان انا لسه هشتغل حوالين القاعدة اطار تاني داير ما يدور من غرز الحشو، فبرضو يعني هيدي مساحة. فانا مش عايزاها القاعدة قد الفريم بالظبط. طبعا احنا عارفين ان الفريم بتاعنا من هنا لهنا 25، انا عملت 23 سنتي. وهنا زي ما احنا عملنا في البداية من هنا لهنا 16 سنتي. يبقى احنا عملنا الطول 23 سنتي والعرض 16 سنتي وعدد السطور 42 سطر. وهبدأ بقى اشتغل حوالين القاعدة بتاعة الشنطة. زي ما احنا عارفين، احنا كنا في الطبيعي بنشتغل بنرتفع غرزة سلسلة وبنقلب الشغل الناحية التانية وبنشتغل رايح جاي. لا، انا عايزة اشتغل حوالين القاعدة، فهشتغل كده بعرض القاعدة. فانا عندي هنا في القاعدة بتاعة الشنطة في 4 اركان، ده كده ركن وده التاني التالت الرابع. انا عايزة اشتغل في كل ركن من الاركان دي غرزتين حشو. فانا كده يعتبر انا اخر غرزة هنا انا اشتغلتها، يعتبر دي غرزة، وهرجع اشتغل فيها في نفس الغرزة هرجع اشتغل غرزة حشو تاني. يبقى كده يعتبر انا اشتغلت غرزتين حشو في نفس الغرزة. ومنساش بقى اعلم آه الغرزة دي تعتبر اول غرزة معايا، فانا هعلمها بماركر عشان انا هشتغل داير ما يدور، فابقى عارفة بداية السطر. وهبدأ بقى اشتغل عند كل سطر غرزة حشو كده. ده انا عندي اهو، ده يعتبر سطر وده سطر هشتغل فيهم برضو كل سطر منهم غرزة حشو. وبعد كده انا هنا اشتغلت في السطر ده غرزة حشو، هشتغل هنا كمان غرزة حشو، وهاجي هشتغل هنا غرزة حشو اهو. يعني هشتغل عند كل سطر غرزة حشو اهو كده بالشكل ده. يعني انا مرة بشتغل هنا غرزة حشو، وهنا في الحرف ده غرزة حشو، وارجع اشتغل هنا حشو وهنا حشو. انا هشتغل كده لغاية لما اوصل للركن وارجع له. وصلت كده عند الركن، هنا فاضل غرزة هدخل اشتغلها غرزة حشو. وهاجي هنا عند اول غرزة من الغرز اللي بالعرض اللي هم 26 غرزة حشو، هدخل في اول غرزة اشتغل غرزة حشو، وهرجع اشتغل فيها كمان غرزة حشو تاني. يبقى ده كده الركن اشتغلت فيه 2 حشو في نفس الغرزة. وهرجع بقى اكرر هشتغل في كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده كده. هشتغل كده وعند كل ركن هشتغل فيه 2 حشو. يعني هاجي عند الركن ده هشتغل فيه 2 حشو وهكمل كده، وهاجي عند الركن ده اشتغل 2 حشو وهكمل كده لغاية لما اوصل للماركر وارجع له. بالشكل ده كده انا وصلت عند اخر غرزة اللي هي قبل الماركر. وده كده هيبقى شكلها. اشتغلت حوالين القاعدة زي ما احنا شايفين غرز حشو. لما اجي احطها على الفريم اهي، هيبقى ده كده برضو شكلها. يبقى برضو في هنا مسافة وفي هنا مسافة بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اشيل الماركر، وهبتدي اشتغل عند اول غرزة هنا غرزة حشو. انا عندي هنا طبعا زي ما احنا عارفين ان الغرزة عامة بيبقى فيها ضلعين. انا هشتغل في الضلع الخلفي بس من كل غرزة هشتغل عند الضلع الخلفي غرزة حشو. وهعلم برضو اول غرزة بالماركر، وهبدأ بقى اشتغل حوالين القاعدة كلها كل غرزة غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، من غير ما اعمل اي تزايد في الاركان بتاعة الشنطة. يعني هشتغل حوالين القاعدة كلها غرز حشو في الحلقة الخلفية.
اكمل كده وارجع لكم. هشتغل زي ما قلت لكم من غير تزايد. وصلت كده عند الغرزة اللي قبل الماركر. زي ما احنا شايفين هي بتدي الشكل ده كده علشان تبقى يعني تعمل فرق ما بين القاعدة وجسم الشنطة. وهبتدي بقى اشيل الماركر وهشتغل في اول غرزة. هبتدي بقى اشتغل عادي تحت الضلعين مش في الحلقة الخلفية، يعني هشتغل بقى غرز الحشو العادية تحت الضلعين. وهعلم برضو اول غرزة انا هشتغل حلزوني كده اللي هو داير ما يدور. وهبتدي اشتغل في كل غرزة غرزة حشو. هيبقى الشغل معايا هيبتدي بقى يقوس ويطلع بجسم الشنطة نفسه. هشتغل كده حوالين الغرز كلها غرز حشو في الحلقتين مع بعض. هيبقى ده كده شكلها. هتبتدي زي ما قلت لكم اهي تقوس وترتفع لفوق. هكمل كده برضو لغاية لما اوصل للماركر وارجع له. بالشكل ده كده انا وصلت عند الغرزة اللي قبل الماركر اهي. وده كده هيبقى شكلها. هتبتدي بقى ان هي تقوس وترتفع لفوق بالشكل ده. انا هشتغل كده حوالين القاعدة كده داير ما يدور لغاية لما اوصل للارتفاع المناسب وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر وكام سنتي. بالشكل ده انا وصلت للطول اللي انا عايزاه للشنطة. انا اشتغلتها كده زي ما احنا شايفين غرز حشو. اشتغلت 30 سطر غرزة حشو بالشكل ده. طبعا احنا بنعد السطور ابتداء من بعد السطر اللي هو بتاع غرزة الحشو الخلفية هنا الحلقة الخلفية. فهنبتدي نعد ابتداء من السطر ده 30 سطر لغاية هنا. وطبعا برضو لو حبينا نعرف مقاسها بالسنتي انا اشتغلتها اهو حوالي 17 سنتي بالشكل ده كده. وهي اخدت الخيط. احنا زي ما عارفين ان خدت الخيط ده البقرة ربع كيلو. فهي اخدت من الخيط ده بقرة وفاض من البقرة التانية الحبة دول. يعني خدت بقرتين الا شوية دول. يعني نقدر نقول اخدت حوالي 400 جرام لان البقرة زي ما احنا قلنا ربع كيلو. فده اللي فاض من البقرة التانية عشان الناس اللي بتسألني وزن الشنطة قد ايه. ده اللي فاض من البقرة التانية. وطبعا كمان لسه هنركب الاطار ببواقي برضو الخيط. بعد كده هنركب الاطار ده او الفريم ده على الشنطة من فوق المفروض بالشكل ده. فتعالوا نشوف هنعمل ايه ونقفل الاول الشنطة مع بعض ونكمل نركب الاطار. زي ما احنا شايفين احنا واقفين عند الغرزة اللي قبل الماركر. فهنبدأ ان احنا نشيل الماركر ده كده بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نشتغل اخر غرزة اللي هي كان فيها الماركر بالشكل ده كده. وهنبدأ ان احنا نقص الخيط بتاع الشنطة. سيب جزء طويل كده شوية صغيرة. وهنبدأ ان احنا نطلع الخيط بالشكل ده. هنيجي بعد كده ننهي الشغل. احنا عندنا هنا غرزتين هنسيب الغرزة دي وهننهي هندخل هنا في الغرزة دي بس من جوه كده وهنسحب الخيط بتاعنا. عايزة تعمليها بإبرة تنظيف ممكن برضو بالشكل ده. وهاجي عند الغرزة غرزة الحشو الأخرانية اللي أنا اشتغلتها هدخل فيها في النص كده وابتدي برضو أسحب الخيط بتاعي بالشكل ده من النص كده اهو اهو بالشكل ده هيبقى شكلها. وطبعا هنشد الخيط كده اهي. يبقى احنا كده نهينا الشغل بتاعنا. وده كده بقى شكلها بقت متساوية. وطبعا هنداري الخيط ده بإبرة التنظيف
اهي ابرة التنظيف. طبعا اي خيوط بقى في الشنطة تحاولي طبعا تنضفي الخيوط دي. هنداري بقى عادي الخيوط بتاعتنا او الخيط بتاعنا. هنبتدي ان احنا ندخله كده ونداريه جوه الشنطة من جوه بالشكل ده كده. انا نضفتها، نضفت الخيط، وهبتدي اقص الخيط الزيادة. وزي ما احنا شايفين اهو مش باينة. نحاول واحنا بننضف ما نشدش الغرزة اللي احنا داريناها ديت علشان تبقى باينة، ما تبقاش مشدودة قوي بالشكل ده كده. فاضل بقى ان احنا هنركب الفريم بتاع الشنطة. هنبدأ ان احنا نعلم النص بتاع الجنبين دول، يعني وليكن احنا هنعملها كده. طبعا عايزة بقى تعدي وتعملي الغرز بالظبط، فممكن تعملي كده. انا هعملها كده ونعلم بماركر من الناحية دي والناحية التانية اهو بالشكل ده. وكمان النص ده والنص ده برضو عايزة تعلمي بماركر. اوكي، عايزة كده كده احنا هنحتاج ان احنا نربطه. فمثلا هنعمل ان ده كده النص، مثلا دي كده قصاد دي، فهناخد الخيط كده نحط فتلة، والغرزة اللي قصادها الناحية التانية هنحط برضو فتلة تانية بالشكل ده كده اهو. ونيجي بعد كده نجيب الإطار بتاعنا ونحاول بقى نربط الخيوط دي. وبرضو عند الماركر نحط خيط علشان عايزين نربط الجهات ديت، الأربع جهات، علشان نثبت الفريم بتاعنا بشكل عشوائي، عشان لما نيجي نخيطه يبقى ثابت معانا ما يضايقناش يعني. فاحنا كده ده اول جنب اهو، والناحية التانية الجنب التاني. وهنثبت كمان هنا كمان الناحية التانية، الأربع جهات يعني بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده انا ثبت الفريم من الأربع جهات زي ما احنا شايفين كده. وفاضل بقى ان انا اثبت الفريم. فهجيب ابرة تنظيف وهلضم فيها فتلة طويلة، على قد ما تقدري اعمليها فتلة طويلة جدا عشان ما نقعدش كل شوية نغير الخيط. ونيجي عند اي ركن كده بالشكل ده وندخل من ظهر الشنطة بالشكل ده ونسحب الخيط زي ما قلت لكم. هي بقى فتلة طويلة بالشكل ده كده. وهسيب جزء من الخيط الناحية التانية عشان اداريه مع الشغل وانا بشتغل. وهبتدي بقى الف الخيط كده وامسكه بايدي وهدخل في نفس المكان تاني اهو. اشد بقى الخيط بالشكل ده كده وهرجع الف الخيط كمان مرة
وهدخل في نفس المكان تاني. يعني انا هدخل في نفس الغرزة مرتين او ثلاثة على حسب ما انتي شايفة الفريم باين ولا لا. انا كده دخلت اهي مرتين، ودي كده التالتة. هبدأ بقى ادخل في الغرزة اللي جنبها، وفي نفس الوقت بقى احاول الفتة الطويلة دي اخدها تحت الخيوط كده عشان ما تبانش، وابتدي بقى اسحب برضو الخيط زي ما احنا شايفين كده اهو، واشد برضو على قد ما اقدر عشان الخيوط دي تبقى مفرودة وما تبقاش مكلكعة او تبقى فيها اي غلطة بالشكل ده. وهبدأ بقى برضو الف كده تاني، وهدخل في نفس الغرزة اسحب الخيط. يعني زي ما قلت لكم انا اسحب الخيط او ادخل الخيط في نفس الغرزة مرتين او ثلاثة على حسب انتي شايفة الفريم باين ولا لا اهو. وندخل تاني بالشكل ده كده. طبعا انا مطولة الخيط زي ما قلت لكم علشان يكفي الفريم كله بالشكل ده اهو. وهندخل برضو في نفس الغرزة تاني وهبتدي بقى اكمل كده. هدخل في كل غرزة ادخل فيها مرتين او ثلاثة على حسب ما انا الاقي الفريم بتاعي مش باين، وعلى حسب برضو سمك الخيط بتاعك. يعني لو الخيط سمكه اتخن من كده مش هتحتاجي تدخلي كذا مرة، يعني ممكن تدخلي مرتين بس. لكن لو الخيط رفيع زي ده او سمكه متوسط زي ده كده، يعني ممكن تدخلي 3 مرات زي ما انا بعمل كده. وهفضل بقى كده اشتغل بنفس الطريقة حوالين الفريم لغاية لما اوصل عند المفصلة دي، وارجع اقول لكم هنعديها ازاي. بالشكل ده كده انا وصلت عند المفصلة هنا، اشتغلت الجزء ده كله زي ما احنا شايفين. هاجي هنا عند المفصلة الغرزتين اللي تحتها اللي هما جنب بعض دول انا مش هشتغل فيهم او مش هشتغل زي ما احنا بنعمل. انا هدخل هعدي الابرة كده بالشكل ده اهو، وكمان هعدي الابرة من الناحية التانية جنبها كده عشان انا عايزة اعدي الغرزتين دول، عشان مش هينفع طبعا اشتغل فوق المفصل. يبقى انا كده عديت الغرزتين، ادي غرزة من هنا وغرزة من هنا، وهبتدي كمان ادخل في الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة عشان هشتغل بقى من عندها اهو بالشكل ده. وهبدأ بقى اشتغل زي ما انا بشتغل. هدخل في نفس الغرزة اهي، وابدأ بقى اسحب الخيط زي ما احنا شايفين كده اهو. وهلف تاني وادخل في نفس الغرزة مرة كمان زي بقى ما احنا متعودين ان احنا نعمل. بندخل في الغرزة مرتين او ثلاثة على حسب ما احنا عايزين الخيط ما يبانش اهو. نلف وندخل في الغرزة اللي بعدها اهو،
وهكمل كده بقى بنفس الطريقة لغاية المفصلة التانية، وهشتغل كده وهنهيها وارجع اوريكم بالشكل النهائي للشنطة. بالشكل ده كده انا خلصت الشنطة ونضفت الخيط، اشتغلت الفريم كله بالشكل ده بنفس الطريقة، وده كده الشكل النهائي للشنطة اهو. وده كده الشكل النهائي للشنطة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، تكون سهلة وبسيطة عليكم. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.